بجد الجو ده مش محتاج غير كوباية كوكتيل حلوة زي ما انتوا شايفين كده. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بجد الجو كان صعب النهارده قوي، فقلت بقى لازم اقوم اروق على الولاد كده واروق على نفسي. كان عندي بقى مانجا، طلعت بقى واحده عملتها عصير، وتعالوا اقول لكم بقى ابني كان حصل معايا. ابني كان عاوز ياخد فلوس ويروح يشتري كوبايه كوكتيل من عند بتاع العصير. الكوبايه ب20 جنيه وما فيهاش الا حتتين كده من الفواكه، اي نوع بقى هو عامل بيه الكوكتيل. شريحتين موز على شريحتين تفاح، بس كده. لو عندك بقى اي نوع من انواع العصير تقدري تعمليه كده وتحطي فيه ان شاء الله نوع واحد بس من الفاكهه. ملكيش دعوه بقى بالفيديو، اعملي على قد امكانياتك. يعني لو هتحطي نوع واحد بس من الفاكهه، هاتي نص كيلو قطعيه في اي نوع عصير اللي عندك او اللي انت حباه. بجد هيفرق جدا في الجو الصعب ده. الحر بيعمل هبوط جامد وبيخلي الواحد فعلا مش قادر، واحنا بنتعب جدا في البيت وبنبقى محتاجين حاجه كده حلوه ناكلها في اخر اليوم. حاجه بسيطه ممكن تعمليها للولاد وليكي، هتفرق جدا في المود بتاعك. المانجا بقى كانت عندي في الفريزر، طلعت بقى مانجتين كده عملتهم عصير. جبت بقى من كل حاجه نص كيلو زي ما انتوا شايفين كده، نص كيلو خوخ، نص كيلو برقوق، نص كيلو مش، والموز بقى كان عندي، والمانجا زي ما قلت لكم في اول الفيديو كانت عندي. يلا بقى صلوا على الرسول واعملوا بقى منشن لاصحابكم كتير اللي بيحبوا بقى سلطة الفواكه او الكوكتيل. بجد الكوكتيل في البيت حاجة تانية خالص. انتي بقى اي كوكتيل بتشربيه من بره، لا، في البيت حاجة تانية خالص. وكفاية ان انتي غاسلة الفواكه كويس وكمان مقطعاهم وايدك نظيفة، فحاجة يعني بجد انتي بتبقي ضمناها وعارفة ان انتي عاملاها ازاي. فزي ما قلت لكم بقى كده، هحط بقى القطاعة بتاعتي اللي بقطع عليها الخضار والفاكهة، بغسلها على طول بعد كل استخدام. هقطع بقى كل الفاكهة اللي انا جايباها، هتعمل معايا ما شاء الله كمية كبيرة جدا، يعني جايبة من كل حاجة نص كيلو زي ما انتوا شايفين، وعملت كمية رهيبة جدا. طبعا لو انت عايزة تزودي كمية الكوكتيل، زودي العصير. الفواكه بتاعتك هتبقى يعني قصدي الكوكتيل هيعمل كمية أكبر، وتحافظي عليه في التلاجة باليومين والتلاتة زي بتوع العصير بالظبط. تعصري على الفواكه بعد ما تقطعيها كده عصرة ليمونية بدون طبعا بذر، هيفضل معاكي محافظ على لون الفاكهة زي ما انتوا شايفين كده، ومش هيخلي الفاكهة معاكي تسود خالص. وده اللي بتوع العصير بيعملوه علشان خاطر يفضل محافظين على على لون الكوكتيل بتاعهم، وما يغيرش خالص ولا يسود لما يحطوه في التلاجة ويقعد باليومين والتلاتة كمان. هقطع بقى كل كمية الفاكهة زي ما قلت لكم، وهحط عليها بقى العصير، واخر حاجة هقطع الموز. طبعا الكمية دي كانت شوية، هاعمل كمان عصير تاني وهقلل هنقصه يعني في حاجة تانية، وهزود العصير علشان خاطر ما شاء الله الفاكهة اكتر من العصير بكتير. زي ما قلت لكم هيعمل معايا كمية حلوة قوي من الكوكتيل. وابني اللي كان عاوز يشتري الكوبايه ب20 جنيه وما فيهاش كل الانواع، عايزه اقول لكم انبهر طبعا لما شاف الكوكتيل اللي انا عملته له كل ده. طبعا انا عشان جبت كذا نوع، ممكن تجيبي نوع واحد او نوعين وهينفع برضو ان انت تعملي بيه كوكتيل زي بتوع المحلات بيحطوا نوعين بس من الفاكهه، ما بيحطوش كل الانواع دي. انا طبعا بحب الفاكهه المززه. طبعا تقدري تحطي الانواع اللي عندك او الانواع اللي تعجبك حطيه. انا بديكي افكار وانت تقدري تقرري تعملي ايه في الاخر، كله على حسب امكانياتك. وما تنسوش بقى لايك حلو للفيديو، وطبعا لو الكوكتيل شكله عجبكم يا ريت تكتبوا لي بقى تعليق حلو علشان ده بيسعدني، وبنبسط جدا برأيكم وتعليقاتكم الجميلة. اشوفكم على خير فيديو جديد من مطبخ ياسمين. دمتم في حفظ الله. اسيبكم بقى مع الكوكتيل وعايزه اقول لكم بقى بعد ما سقع طعمه بقى تحفة. عايزة تحسي ان انتي يعني عايزة تحسي بالحاجة لازم تسيبيها لحد ما تسقع كده. والجو طبعا حر جدا اليومين دول، رطبي بقى على قلب ولادك واعملي لهم كده كوباية عصير وحطي فيها اي نوع فاكهة، بجد هتفرق معاكي جدا. وبصوا الكوكتيل لسه محافظ على لونه زي ما قلتلكم، وده بعد ما سقع في التلاجة 3 4 ساعات. وبصوا اللون بتاعه زي ما هو، علشان طبعا عصرة الليمون اللي عصرناها على الفاكهة هي اللي مخلية الفاكهة متحافظة على لونها لحد دلوقتي، وهيفضل كمان يومين في التلاجة وهيفضل محافظ على لونه. زي ما قلتلكم ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، واعملوا منشن لاصحابكم كتير اللي بيحبوا الكوكتيل وبيحبوا سلطة الفواكه. اشوفكم على خير. باي باي.